السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده تاني فيديو من كورس How to be an auto developer بالعربي. في الفيديو اللي فات احنا وقفنا كنا عايزين نعرف ايه هي الاودو اركتكتشر، وهل اودو بتعتمد على ال MVC اركتكتشر ولا بتعتمد على المالتي اركتكتشر. بالرجوع للدوكيومنتيشن بتاعت اودو، المطورين بتوع اودو قال لك احنا والله بنعتمد على المالتي اركتكتشر، مين احنا بنعتمد على الستريتر اركتكتشر. طب الستريتر اركتكتشر بيمثلوا ايه عندي؟ قال لك الستريتر اركتكتشر اول تير عندي بيمثل البرزنتيشن تير. ايه هو البرزنتيشن تير؟ اليو اي بتاعي، اي حاجه اليوزر هينتراكت معاها هتكون موجوده في البرزنتيشن تير. طب التير التاني، قال لك التير التاني هو يعتبر اللوجيك تير. طب اللوجيك تير ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن بايثون كود، اي بزنس لوجيك، اي حاجه لها علاقه اي لوجيك عامه هيكون موجود في البروجكت هيكون موجود في اللوجيك تير. تالت تير عندنا هو الداتا تير. الداتا تير عندنا اللي هو بيمثل الداتا بيز، اي تعامل مع الداتا بيز هيكون من خلال الداتا تير. برضه اودو بتعتمد على حاجه اسمها ال MVC pattern. طب ايه ال MVC pattern ده اللي هو ايه؟ ال MVC pattern ممكن نفهمه من خلال الصوره دي، اللي هو ازاي مثلا ممكن برضه نشوفها مثال عملي على بالمناسبه ده البروجكت اللي هنشتغل عليه. انا مثلا عايز اكسس على الستودنت الاي دي بتاعه 5. انا اول ما ضغطت هنا على الستودنت الاي دي بتاعه 5، اللي حصل ان انا كيوزر بعت ريكوست للفيو. الفيو هنا بيمثل عندي ايه؟ الفيو عندي بيمثل الاكس ام ال كود، اي اكس ام ال، اي تاجات اكس ام ال هتكون موجوده في الفيو. طب الفيو هيقول لك طب انا مالي، انا ما بتعاملش مع الداتا. طب ما انت قلت لي ان انت بتتعامل مع الاكس ام ال، طب هتعمل ايه عشان تجيب لي الداتا؟ قال لك والله انا هبعت لك ريكوست للكنترولر، اشوف الكنترولر هيرد عليا بالداتا ولا لا. طب لما الفيو بعت ريكوست للكنترولر، الكنترولر برضه هيقول لك طب ما انا برضه ما بتعاملش مع الداتا. ما انت ايه يا عم الكنترولر؟ الكنترولر هيقول لك والله انا بايثون كود. طب هتقدر تعمل ايه عشان تجيب لي الداتا؟ قال لك انا هكتب اوبجكت راشونال مابنج او ORM كود، ويبدا الORM ده يتبعت للموديل، والموديل هيبدا الموديل ده اللي هو انا قال لك انا بتعامل مع الداتا، انا فعلا اللي بتعامل مع الداتا. الموديل هيبدا يترجم الORM ده لسيكوال كود، ويبدا يبعته للداتابيز، والداتابيز هترد عليه ب هترد عليه بالداتا يعني. والموديل هتبدا تبعت الداتا دي للكنترولر، والكنترولر هيبدا يحول الداتا دي لاوبجكت، وهيبدا يبعت الاوبجكت ده للفيو، والفيو هيبدا يعمل ريندرنج للداتا، ودي الداتا والداتا ديت هتظهر لليوزر. وده حصل بالفعل، اللي هو هنا اول ما ضغطت انا على الستودنت كده، انا اول ما هضغط هنا انا كده ببعت ريكوست للفيو. تمام. الفيو بقى ايه اللي حصل بقى في القصه اللي ما كملتش نانو سكند دي؟ ايه اللي حصل؟ ان هو والله انا اليوزر بعت ريكوست للفيو، والفيو بعت ريكوست للكنترولر، والكنترولر بعت ريكوست للموديل، والموديل بعت ريكوست للداتابيز، الداتابيز ردت على الموديل، والموديل رد على الكنترولر، والكنترولر رد على الفيو، والفيو رد على اليوزر اللي هو انا، وظهر لي بيانات الطالب ده اللي الستودنت الاي دي بتاعه كذا، والنيم بتاعه كذا، والفيرست دي بتاعه كذا، اي داتا رجعت لي في الكويري، رجعت لي يعني ظهرت لي في الفيو. بس بس هو ده الام في سي ببساطه. آه برضو من الحاجات المهمه اللي في اودو اللي لازم نكون عارفينها حاجه اسمها الموديولاريتي. ايه الموديولاريتي؟ الموديولاريتي معناها ان كل ادونز او آه كل موديول في اودو يعتبر اندبندنت، شغال مع نفسه. يعني ايه شغال مع نفسه؟ يعني هنا لو رجعنا للابس، هنا والله السي ار ام هو شغال لوحده. السي ار ام سواء عملت له اكتيفيت او دي اكتيفيت ما ياثرش على السيستم. يعني ايه ما ياثرش على السيستم؟ يعني هو مطبق مبدا الموديولاريتي اللي هو ده الاساس بتاع اودو، ان كل ادونز عندي هو لوحده. يعني سواء اتعمل له اكتيفيت او دي اكتيفيت هو مش هيأثر على السيستم. يعني السيستم مش هيحصل له كراش بوجوده او عدم وجوده، يعني هو كله لوحده، كل ادونز شغال لوحده. ايه الادونز؟ ايه بقى ازاي نعمل كاستم ادونز، ازاي نعمل الحاجات دي كلها، ازاي ممكن نعمل آه تعديلات في الادونز اللي موجوده في اودو. ده ان شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ نشوف ايه هو ازاي البروجكت بتاع اودو بيتقسم. في البداية هنعمل انستول لاودو ونستول البوست جريس، ونشوف ايه بقى الحاجات
يعني البروجكت بتاع اودو الاركتكتشر بتاعه مبني بايه، او مبني ازاي، يعني شغال ازاي. وبس.